اللاعب محمد أبو تريكة لاعب كرة قدم دولي مصري سابق، كان يلعب في مركز خط وسط مهاجم ومركز المهاجم الثاني. يتميز بكونه لاعب صانع ألعاب ويساهم في الهجوم وإحراز الأهداف بالإضافة إلى اللمسات السحرية ومهارات المراوغة والاختراق، حيث شبه أسلوب لعبه يشبه اللاعب الفرنسي الشهير بزين الدين زيدان. بدأت حياته الكروية باللعب مع نادي الترسانة كناشئ، ثم انتقل إلى الفريق الأول للنادي واستطاع الصعود به إلى الدوري الممتاز المصري، ولعب معهم 4 مواسم ثم انتقل إلى النادي الأهلي واستطاع إحراز سلسلة من البطولات والإنجازات المتتالية محليا وعالميا، أبرزها برونزية كأس العالم للأندية عام 2006، حيث حقق لقب هداف البطولة وقتها، بالإضافة إلى 5 بطولات دوري أبطال أفريقيا أعوام 2005 2006 2008 2012 2013، و4 كأس السوبر الأفريقي، كما أحرز أيضا 7 بطولات دوري و3 كؤوس و4 كؤوس سوبر محلية مع النادي الأهلي. وفي عام 2012 انتقل إلى نادي بنياس على سبيل الإعارة، حيث أحرز معهم بطولة الخليج للأندية لكرة القدم، ثم عاد مرة أخرى إلى الأهلي عام 2013 واستطاع إحراز بطولة دوري أبطال أفريقيا 2013 للمرة الخامسة له مع الأهلي. وبعد انتهاء البطولة أعلن أن بطولة كأس العالم للأندية ستكون آخر المطاف في عالم كرة القدم. بدأ اللعب الدولي عام 2001 مع المنتخب المصري لكرة القدم، وخاض تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2006 كلاعب أساسي لأول مرة، ثم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006، حيث بعد تألقه حينما أحرز هدفين وقام بإحراز الركلة الترجيحية الأخيرة التي ساهمت في فوز المنتخب المصري بالبطولة، ثم الفوز بنفس البطولة عام 2008 للمرة الثانية على التوالي، ثم لعب بطولة كأس العالم للقارات 2009 واستطاع مع فريقه تقديم أداء طيب في البطولة، ومنها الفوز على المنتخب الإيطالي بطل العالم وقتها. حصل أبو تريكة على جائزة الكاف لأفضل لاعب أفريقي داخل القارة 4 مرات، وهو صاحب الرقم القياسي لها. ويعد أبو تريكة حتى الآن الهداف التاريخي لدوري أبطال أفريقيا برصيد 33 هدف، وكذلك يعد الهداف التاريخي لديربي القاهرة مباراة القمة برصيد 13 هدف، وهو يعد أيضا واحد من ضمن نادي الفيفا المئوي وواحد من ضمن نادي المئة برصيد 105 أهداف. وفي عام 2014 تم اختيار أبو تريكة من قبل الفيفا ضمن أفضل لاعبي كأس العالم للأندية في تاريخها، وتم اختيار هدفه في هيروشيما كأفضل هدف في تاريخ كأس العالم للأندية. وفي عام 2014 قام الكاف باختيار أبو تريكة كسفير للكرة الأفريقية. وفي يناير 2016 تم تصنيف أبو تريكة ضمن قائمة أساطير كرة القدم من قبل الاتحاد الدولي للتاريخ وإحصاء كرة القدم. وفي مايو 2016 تم تكريمه من قبل الفيفا ضمن مجموعة من أساطير كرة القدم في حفل كونغرس الفيفا ال66 بالمكسيك. أحرز أبو تريكة العديد من الألقاب الفردية على المستوى العالمي والأفريقي والمحلي خلال مشواره الكروي، مما جعله واحد من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية والأفريقية والعربية، وأحد الأساطير في تاريخ النادي الأهلي قبل أن يعلن رسميا اعتزاله اللعب في ديسمبر 2013. وبعد اعتزاله عمل أبو تريكة محللا رياضيا في قنوات بي إن سبورت منذ فترة كأس العالم 2014 وحتى الآن.